السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي اللي نشارك فيها بكل حب وصفات من مطبخي الصغير، وصفات بسيطة واقتصادية ونتيجتها مضمونة إن شاء الله. واليوم جيت نحضر معاكم كيكة التفاح بطريقة سهلة وناجحة من أول تجربة. كيكة خفيفة ومعطرة بالقرفة وذوق التفاح وراح تعجب الكبار والصغار. نروحوا للمكونات وطريقة التحضير. هنايا نبدو الحاجة الأولى نحضروا كراميل. ندير هنايا نص كاس تاع السكر مع ربع كاس تاع الماء. نزيد هذاك الماء باش هذاك السكر ما يتحجرش، يعني يبقى يغلي حتى يبدا يتبدل اللون تاعه. وهنايا كما راكم تشوفوا عندي هاد التفاحات، يعني ديروا الكميه اللي عندكم. هنايا هاد التفاح كان طايب، يعني ديروا هذاك التفاح اللي يكون طايب، ما ديروش هذاك الاخضر، يعني هذاك التفاح طيب يعطي نتيجه افضل. هنايا نقيته وقطعته كما راكم تشوفوا. هنايا قطع تكون رقيقه هكذا كما راكم تشوفوا. وهنايا في البلا تاعي درت هنا ورق الطبخ، نزيد عليه هذاك التفاح نستفه كما راكم تشوفوا. وهنا كي نشوف حبه تكون شويه السمك تاعها خشين نعاود نقطعها. هنا نستفو كما هكا، ونزيد نضيف عليه هذاك الكراميل كما راكم تشوفوا. شوفوا كي ولا مباشره كي يبدا اللون تاعه يتبدل نطفو عليه، ما ينحرق ما يتحجر ما والو، ونفرغوه ديريكت وهو ساخن على هذاك التفاح اللي حطيناه في البلا. وهنا نخليه على جهه ونروح نحضر الكيك تاعنا اللي غادي نضيفوه فوق التفاح. هنايا في وعاء كما راكم تشوفوا نجيب حبه تاع البيض، نزيد هنايا نص كاس تاع السكر، ونخلط هذاك البيض مع السكر مليح، ونضيف نص كاس تاع الزيت نضيفه على دفعات، ومن بعد نزيد كاس قل ربع تاع الحليب. هنايا ضفت ملعقه تاع الخل، ونخلطوا جميع المكونات كما راكم تشوفوا. وهنا نبدو نضيفوا الفارينه، نضيفوها على دفعات. هنايا درت شويه تاع الفارينه ونغربلها طبعا، يعني كيما على بالكم كي نغربلوها تعطي يعني الكيك تاعنا يجي مهوي ويجي خفيف. ونزيدو كيس خميره الحلويات، وهنايا غربلتها ايضا على خاطرش مرات هذيك الخميره تاع الحلويات تكون شغل فيها كي الحبيبات هكا، يعني غربلتها باش تنحل. وهنايا درت ملعقه فانيليا ونصف ملعقه تاع القرفه، ونخلط هنايا جميع المكونات حتى يختلط هذيك الفارينه مع هذوك المكونات السائله، يعني ما تبقاش هكا دايره حبيبات. هنايا الخليط تاعي مازال سائل، نزيد الكميه تاع الفارينه اللي بقات لي ونغربلها ايضا. وهنا كما راكم تشوفوا خليط الكيك تاعنا كيفاش ولا. هنايا حسيته شويه ثقيل، ضفت له شويه تاع الحليب على حسب ملعقه هكا، ملعقه كبيره. يعني هنايا هاد المرحله على حسب الدقيق، كاين اللي يشرب السوائل وكاين اللي لا. ونخلطوه مليح كما راكم تشوفوا. الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا ما يجيش خفيف بزاف، لانه غادي نخلط معاه التفاح باش ما يهودناش يعني في الخليط، يعني يبقى في المكان تاعه. كما راكم تشوفوا هنايا درت نصف الخليط فوق هذاك التفاح اللي كنت حطيته من قبل، ونعدلها هكا بالملعقه، ونجيب هذاك اللي بقى لي
ونضيفه في الوسط. تقدو تخلطوه ديريكت مع هذاك الخليط نتاع الكيك، وانايا فضلت نديرها هكا في الوسط باش يجي شغل طبقه ومن بعد تفاح ومن بعد طبقه، يعني نتمنى تكونوا فهمتوني. وهنايا نعدل السطح نتاع الكيك نتاعي وندخله للفرن، يطيب، نشعله من التحت حتى يتحمر، حتى نشوفه باللي يتحمر من الاطراف عاد ونشعله من الفوق. وانا الكيك تاعي بعد ما طاب شوفوا كيفاه جا. وهنايا هذا الكيك غادي نقلبه. شوفوا هنايا هذه بعد ما قلبته، يعني هذاك التفاح والكراميل من الفوق يجي شغل طبقه هكا، يعني كما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا كيفاه جات. وهنايا نقسموا الكيك تاعنا باش نشوفوه مع بعض. شوفوا كيفاه جا. شوفوا من الداخل هذيك الطبقه تاع التفاح كيفاه تجي، يعني تبقى في الوسط. وهذه كانت النتيجه النهائيه للكيك نتاعنا. شوفوا الشكل تاعه النهائي. وهنايا ندوقوا شويه من الكيك. يعني يجي روعه هذا الكيك كما راكم تشوفوا. وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسوش تجربوها وتشاركوني رايكم في التعليقات. واذا عجبتكم خلوا لي لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد باذن الله. والى اللقاء.